السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة خفيفة ولذيذة وممتعة جدا. الأكلة دي مش هتتجاوز مننا الربع ساعة طبعا بعد ما هتغسلوا الفراخ. أنا جبت عبارة عن أوراق. الأوراق دي غسلتها كويس جدا، وأنا ما بحب أغسل الفراخ بتاعتي لازم أنقعها في إيه؟ لازم أنقعها في بصل مفروم أو بالمبشرة ببشره، وطماطمايه وملح وفلفل، عشان ما بحبش ايه اشم فيها ريحه اي حاجه. زي ما حضراتكم كده شايفين انا نقعها من امبارح وغسلها كويس جدا بالمحلول اللي احنا عارفينه، اللي هو الملح والسكر والدقيق وليمونتين 3. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما غسلتها ونقعتها من امبارح في بصلايه مبشوره وطماطميتين وملح وفلفل، وبحب اكتر الفلفل. هجيب بقى حضراتكم دي اسهل حاجه بنعملها اللي هي فراخ الفرن. هجيب زي ما حضراتكم كده شايفين ادي الصينيه اللي هنعمل فيها الفراخ بتاعتنا. هنحط فيها نقطه زيت، يعني زي معلقتين كده من الزيت، هنفرشهم بالفرشه بتاعتنا اهي. انا بس عملت كله وان شوت عشان الموضوع سهل جدا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعدين هنجيب بصلايه متقطعه ترانشات، فلفلايه روميه متقطعه ترانشات، واتنين طماطميتين مقطعينهم برضو ترانشات بنفس السم كده، وفلفله حراقه بس هي مش حراقه، اللي هو الفلفل الاسكندراني، ومعاها واحده اهي سبايسي حطيتها. هنزل الكلام الجميل ده قدامي كده في قلب الصينيه اللي انا هدخل فيها الفرن. انا طبعا هعملها مشويه في الفرن، وهحط عليها التوابل بتاعتنا الجميله دي. معلقه صغيره من الملح اهو، حاطه 2 ورقه لوري هحطهم، ودي عباره عن معلقه فلفل صغيره او نص معلقه فلفل، نص معلقه ملح لان انا متبله الفراخ بتاعتي، ومعلقه من السكر ومعلقه من البابريكا. هنزل بالكلام الجميل ده كله على الطماطم والبصل، طماطم وبصل وفلفل رومي وفلفل سبايسي وقرن فلفل اسكندراني اهو، وهدعكهم كويس جدا وهخلطهم ببعضيهم، واحاول ان انا انزل الصوص بتاعهم زي ما حضراتكم كده شايفين. وهنزل عليهم بليمونه كده تكون الميه بتاعتها بتكون كتيره. الليمون الايام دي حلوه قوي، عايزين نخلله مع حضراتكم تاني. احنا خليناه قبل كده بس احنا كل موسم بنخلل تاني مع بعضينا عشان نفكر الشباب والشابات اللي هم بيتجوزوا الايام دي وما يعرفوش حاجه عن المطبخ، والعرايس بتوعنا الجمال. طبعا انا مش هنكر ان في اساتذه في المطبخ، وفي اللي هم بقى زي ولادنا كده ما بيخشوش المطبخ غير وهم بيتجوزوا. ادي اهو حطيت عندي حطيت الكلام الجميل ده اهو بطانه في قلب الصينيه بتاعتي، وهاخد هاخد الفراخ هرصها اهو. هاخد الفراخ بتاعتي هرصها عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقربها لحضراتكم عشان تبقوا شايفينها كويس اهو. اهو دي وراك، ممكن بفرخايه كامله وممكن نعملها بالوراك فقط، زي ما اللي في البيت عندكم بيحبوا او يكونوا بيحبوا صدر او ورك، او نحب نحط الفرخه كامله عشان في ناس بتاخد صدر وفي ناس بتاخد ورك. زي ما حضراتكم كده شايفين هجيب بقى شويه صلصه وعليهم معلقه من العسل وشويه فلفل اسود اهو، ومعلقه من الزيت، وهنزل على وش الفراخ كده اغطيها. موضوع سهل جدا، بتبقى طعمه قوي قوي. طبعا انا مش اول مره اجربها، انا جربتها كتير جدا
وهي عشان عجباني فقلت ايه دي الايه اللي هي وجبة النص ساعة اللي هي بتتحط فيها في الفرن، وعمايلها ما بتاخدش في ايديك ربع ساعة. ولما بتكونوا عاملينها قبلها بيوم في قلب التلاجة اللي هي يعني غسلينها ونقعينها في قلب البصلة بالطماطماية المبشورة بالملح والفلفل وليمونية كده، ما بيكونش نهائي فيها زفارة نهائي بعد طبعا غسلها. وهندخل الكلام الجميل ده هنغطيه بورقة فويل وهندخله ايه، هندخله عندنا في الفرن، ويدوب هتاخد مش اكتر من نص ساعة. وجنبها كده شوية ايه رز بيض وشوية سلطة، وهتشوفوا الجمال كله. والكلام ده طبعا هينفع لايه الناس اللي بيعملوا دايت. ايه رأيكم في الجمال كده؟ هندخلها الفرن واوريها لحضراتكم. هنعمل جنب الفراخ النهارده ايه بقى؟ هنعمل جنبها شوية سبانخ. في ناس بتحب تاكل السبانخ بالعيش وفي ناس بتحب تاكل السبانخ بالرز. انا عندي صنفين، عندي اللي بيحب ياكلها بالعيش وعندي اللي بيحب ياكلها بالرز. فطبعا انا بعمل حبة صغيرين كده علشان خاطر ايه اللي بيحب كده ياكل اللي بيحب كده ياكل. السبانخ جميلة جدا الايام دي، بس كمان هي غالية. انا جبت كيلو من السبانخ وغسلته وقطعته كويس جدا. اول ما السمنة بتاعتي او الايه السمنة زي ما حضراتكم قدامكم شايفين كده تسيح، هنزل عليها ببصلاية كبيرة مفرومة وعليها فصين من الثوم. انا بحب اعمل السبانخ زي الايه امهاتنا بالرز. هتاخد تشويحتين بس كده يدوب، وهنزل عليها بشوية من الايه من الرز بتاعي، شوية رز مغسولين اهو، مش هنكتر عشان ايه ما تتخنش. عايزة كمان شوية. طبعا برضو بعملها بالفريك بتبقى جميلة جدا، ثم طالبينها النهاردة بالرز. وبعملها بالحمص بتبقى احلى واحلى، الحمص اللي هو بنستخدمه في الكوسة. وبعملها بالحمص اللي هو بتاع حمص الشام برضو بتبقى جميلة جدا. النهاردة هم طالبينها مني بالشكل التقليدي زي بتاعت مامتي ومامتكم. بصوا اول ما هتحمر كده حاجة بسيطة يدوب بس هنزل عليها الطماطم. وطبعا هعمل ايه، هعمل زي كيلو ونص من الطماطم عشان انا جايبة ايه كيلو ونص من السبانخ، فهعمل شفشق طماطم كبير. بصوا بقى كان عندي حتتين لحمة مسلوقة حطيتهم، لان طبعا الطبيخ بيبقى بيحب جدا اللحمة. لو ما كانش فيه حتتين اللحمة المفرومة دول انا كنت عملت ايه، كنت حطيت حتة، لو ما كانش فيه حتتين اللحمة المسلوقة كنت حطيت حتة لحمة مفرومة. خلاص اهو احمر الدرجة اللي احنا عايزينها. طبعا مش عايزين نخليه احمر قوي. هجيب الصفاية بتاعتي هنصفي الطماطم بتاعتنا. زي ما حضراتكم عارفين ان السبانخ بتحب الطماطم، كل ما كترتي طماطم كل ما هتكون ايه معسلة وجميلة. وطبعا وانا بفرمها كده مش هننسى نحط ايه معلقة سكر عشان تعادل الحموضة. بصوا بقى حضراتكم بعد ما ايه صفيناها، بصوا القشر قد ايه طلع. ولذلك ضروري ان احنا نصفي الايه الطماطم ما ننزلهاش بقشرها. شايفين قد ايه كم القشر اللي طلع؟ طبعا كل ده بيتعب الايه الناس اللي عندها قولون. بس بعد كده بقى هنزل عليها بايه، هنزل عليها بقطعة ماجي، هنزل عليها بشوية ملح، هنزل عليها بشوية فلفل اسود. عايزه اقول لكم ان اللحمه دي بتخليها عسل، وخاصه اللحمه دي اللي بجيبها من عند سلامه
حلوة بصراحة. طبعا هو مش اعلان وهو ما يعرفنيش، انا بس اللي بروح اشتري من عنده الايه، ما يعرفنيش ولا يعرف ان انا عندي قناة. وهنزل عليها بمعلقة من الصلصة، وهندمج ده كويس جدا، وهنغطيها ونسيبها تاخد غلوتين عقبال ما ايه، ما نغسل السبانخ ونقطعها. خلاص احنا كده هون ايه، اخدت لها غلوتين 3. طبعا مش هنوصل للتسبيك الجامد، اوكي. وهنبص ايه نلاقي كده خلاص. مش هقول لكم على ايه شكلها وطعمها، اكيد سكر لان اللحمه دي سكر. هننزل بقى بالسبانخ والكزبره اللي احنا قطعناها وغسلناها كويس جدا. قعدتها في الخل حوالي تلت ساعه، وصفيتها وغسلتها حلوه قوي. دوبك هتستوي، وايه هنطشها قدام حضراتكم بالطشه. بس لازم طبعا نقلب الايه الجمال ده كله. مش هقول لكم على الريحه ايه، حاجه كده فوق الوصف. هنسيب الجمال ده يستوي واوريها لحضراتكم ما نيجي نطشها ما تستوي. وزي ما احنا شايفين كده انا بسيح حته السمنه في قلب الطاسه، هنزل عليها بمجرد ما هتسيح بايه، بمعلقه من الثوم. كلنا عارفين انها بتتعمل لها طشه، انا بعمل كمان للباميه طشه. اول ما هتتحمر حاجه بسيطه كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من ايه، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، بس تتحمر سيكه. يا سلام، وعد يا وعد على ريحه الايه السمنه البلدي وجمالها مع الثوم. مش هقول لكم بقى، انا لسه دلوقتي شايفه السبانخ. طبعا في ناس بيحبوا يعملوا السبانخ بالايه، بالكزبره الخضراء فقط، انا كده. وفي ناس بيحبوا يعملوها بالكزبره الخضراء ومعاها كمان الايه الشبت. بس انا بصراحه ما بحبش احط شبت، انا بحب احط بس الكزبره الخضراء. وانا جربت كده وجربت كده، بس احنا بنميل كده. بص بقى خلاص قربت اهي تحمر، هنزل عليها بمعلقه كبيره من ايه، من الكزبره الناشفه. معلقه كمان عشان المعلقه دي صغيره قوي. هنقلب الكلام القمر ده مع بعضه كده عشان يطلع ريحته زي الملوخيه. يلا بينا ننزل بيه على الايه، على السبانخ. ادي السبانخ بتاعتنا هننزل عليها بالطش جميله وريحتها جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما الام بتقول ايه، يا رب اللي يذوقك ياكل منك ايه، سباتين عيش ما يكفوكي. طبعا الفلكلور بتاعهم الجميل ده ما شاء الله، كانت ايديهم تتحط في التراب ياكلوك منه اجمل اكل. بس الطشه الجميله، ايه رايكم في السبانخ؟ هغرفها واوريها لحضراتكم طعم ولون وريحه. الطشه عامله موقف جامد جدا. بالهنا والشفا للي هياكلها، ويا ريتكم كنتوا معانا. هوريها لكم دلوقتي واحنا غارفين الاكل. وزي ما انتوا شايفين الجمال، شايفين الفراخ طعم وريحه. انا جربتها قبل كذا مره قبل ما اوريها لحضراتكم. شايفين الجمال؟ تعالوا نخش على رز بالشعريه ونشوف كلنا الطبق الجميل ده. اللي بيحبوا ياكلوا السبانخ بالرز بالشعريه، ادي الرز. واللي بصوا بقى السبانخ وجمالها، مفيش احلى من كده. حاجه كده سكر وسكر سكر. والزيتون المخلل اللي عملته مع حضراتكم، بصوا طلع وجميل ازاي. شايفين لونها جميله ازاي وتفتح النفس فعلا، على رأي ما بيقولوا بتشهي. بصوا الجمال، بصوا الجزر ريتش ازاي زي ما قلنا لحضراتكم. شايفين الفلفل الاحمر، حاجه كده طعمه وريحه. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله.